السلام عليكم ومرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وصحتكم لاباس. وصفة اليوم هي حلوة جافة راح تكون محشية. هاد الحلوة راح نخدموها بأبسط المقادير، مام الخدمة تاعها سهلة وتخرج كمية كبيرة. نروح نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. لهاد الحلوة تاع اليوم نسحق 125 غرام تاع زبدة ولا مارغرين مع 2 مغارف كبار زيت وحبة بيض. نزيد قرصة ملح مع مغرفة صغيرة لافاني، تحبوا ديروا بودرة ولا ليكيد. نخلط هاد المقادير كامل كيف كيف، تحبوا تخدموا بالفوي ولا بالباتور يعني ما يهمش، ليسونسيال لازم نضربوهم مليح. ومن بعد نزيد كاس غربة سكر غلاس اللي هو سكر ناعم. اللي حبت بالجرام دير 100 غرام. وعندي مغرفة كبيرة كاكاو. الكاكاو لازم تجوزوه على غربال ولا على صفاية. دوكا نزيد نضرب هكا واحد دقيقة برك. فوالا. ودوكا نزيد نص كاس تاع نشا اللي هو المايزينا، ونزيد نضرب حاجة خفيفة برك، ومن بعد نحبسها للباتور ونبدا نزيد في الفرينة. هاد الحلوة تاع اليوم راح تكون بمقادير قليلة وتخرج يعني كمية مليحة. هنا حطيت كاس فرينة مع مغرفة صغيرة خميرة كيميائية اللي هي نص ساشي، معناتها 5 غرام. ونبدا نطم في هاد العجينة ونزيد الفرينة غير بالعقل حتى تولي عندي عجينة اللي تكون طرية. العجينة ما لازمش تكون طرية بزاف، باسكو هاد الكاطو راح نديروه في المول تاع السيليكون، وما لازمش تكون يابسة بزاف. زدت هنايا الكاس تاني تاع الفرينة، وجبت الكاس تالت ندي منه غير شوية. هنا قادرين تدو منه واحد المغرفة حتى 2 مغارف هكاك. ليسونسيال ديروا في بالكم بلي هاد العجينة فيها الكاكاو، ما تنشفوهاش بزاف، خلوها طرية برك. انا شوفوا الكاس تالت ديت منه واحد 2 مغارف، وهاي لك العجينة كي نطمت. دوكا حنكورها، نديرها كريات الوزن تاعهم 27 غرام. اللي عندها ميزان توزنهم 27 غرام، اللي ما عندهاش هاد الكاطو يخرج 27 حبة. معناتها ب 125 غرام تاع مارغرين خرجنا 27 حبة، معناتها لو كان ديروا 250 غرام راح تخرج لكم 54 حبة، يعني كمية كبيرة. هاي لك لاباط هنا كي كورتها راح نبدا نخدم. جبت هاد المول تاع السيليكون، هذا القلب. هاد الموديل القديم بصح الشكل تاعو يجي بزاف شباب، يعجبني خير من لي موديل لم يخرجوا دوكا شوية ناقصين، يعني ماشي حاجة واو. ومام راهم يديروا الحبة كبيرة بزاف. هذا لا 27 غرام حتجيكم الحبة بزاف بزاف شابة. هنا كي تحطوا العجينة زيروا عليها مليح سورتو في الأطراف، باش من بعد الكاطو كي يطيب حيجي ليس وما يجيش مشقق. انا في هذا الوقت راني مشعله الفور على 160 درجه. غير نكمل هاد العجينه نحطها في المول، نحطه في سنيوه وندخلو يطيب من تحت واحد 20 دقيقه، وبعد نعاود نشعلو من الفوق قيس ما يبدا يتحمر غير شويه برك ونطفي عليه. هنا الكاطو تاعي كي طاب خليته حتى برد في المول تاع السيليكون وديموليتو. وجبت فوغاج تاع فخويور كالعاده، انا دائما نخدم بالفوغاج تاع فخويور لخاطرش بزاف بزاف شبع. هنا تحبوا ديروا ذوق تاع لي فراز ولا توت، كيما تقدروا ديروا فرومبواز، الفواكه الحمراء، هادو كامل حيتمشاو مع هاد الكاطو. نحط هكا في لابوش باش تجيني الخدمه سهله ونبدا نعمر. وهنا هاد الفوغاج كي تعمروا به الكاطو، ميم الكاطو تاعكم يطول كي تجو تاكلوه راح تلقاوه هذاك الفوغاج ماشي حتشربوا العجينه، بس كاين نوعيات يجو مشمخين بزاف، لاباط هذيك تولي مشمخه وتشربوا كامل. بصح هذا فرويور يعني عن تجربه نخدم به الكاطو كيما نخدمو النهار الاول يبقى لي النهار الاخر. هنا نحط الفوغاج هكا في الوسط وسيو عمروه حتى الفوق، ومن بعد ندخل هاد الكاطو للكونجيلاتور نخليه واحد نص ساعه. هنا ما ديرولوش الكلاصاج تمتم، ماشي مع ديروا الفوغاج
تبداو تكلاصيو هكاك حيتخلط الفوغاج مع الشوكولا وما يجيكمش الشكل شباب. لازم تدخلوه للكونجيلاتور حتى تحسوه باللي جمد، ومن بعد لتماك خلو الكاطو يريح واحد ل5 دقايق وبداو تكلاصيو فيه. انا ماشي هذه هي لا كونتيتي كامل كيما شفتوني مقبله كي كورت هاد العجينه جاتني 27. هنا خليت هاد الكاطو في الكونجيلاتور نص ساعه، لقيت بلي هذاك الفوغاج شد روحو، ومن بعد جبت 200 غرام تاع شوكولا ذوبتها، راح نزيد لها 2 مغارف كبار تاع زيت. انا ديت شوكولا اولي، تحبوا ديروا يعني اي ذوق نتوما تحبوه تقدروا ديروه. ودوكا راح نزيد لها شويه تاع كاوكاو اللي كنت حمصته وريحته خشين. انا كان عندي شويه كاوكاو بقشورو، سينو ديروا بلا قشور يعني عادي ما ياثرش. ليسونسيال الكاوكاو تاعكم كي ترحوه عاودوا غربلوه باش هذاك الرطب يهبط كامل. حنا نسحقوا هاد الكلاصاج يجي روشي، يعني كي تكونوا تاكلوا تحسوا بالكاوكاو هكا يطرطق في فمكم. دوكا نبدا نكلاصي في الكاطو تاعي عادي هكا. ديروا الحبه تاع الكاطو فوق فرشيطه وفرغوا هذاك الكلاصاج فوالا، ونقطر الحبه ونخليها حتى تبرد. هنا برك ملاحظه، الناس اللي ما عندهمش مول تاع سيليكون يقدروا هاد الكاطو يخدموه غير بيدهم برك. كوروا العجينه ديروها واحد 30 غرام هكاك، وديروا لها الثقب في الوسط، دخلوها طيب. كي طيب الكاطو تاعكم خلوه يبرد، ديروا له الفوغاج ومن بعد ديروا له الكلاصاج تاع الشوكولا هكا، يعني باش الوصفه نبسطها على الناس اللي ما عندهمش مول تاع سيليكون. انا هنا راح نكمل نكلاصيهم كامل ونخلي هاد الشوكولا حتى تبرد، نقيهم من تحت وندير لهم ديكوراسيون غير خفيفه بورد الشوش ونوريهم لكم في طبق التقديم. الحلوه تاعي راهي واجده في شكلها النهائي وراكم تشوفوا فيها جات ما شاء الله، يعني حلوه اقتصاديه وراقيه في نفس الوقت. قربت لكم حبه ونزيد نقسمها معاكم. نشوفوا هاد الكاطو يجي خفيف وبزاف بنين، ما تحسوهش ناشف كي فيه الفوغاج لداخل، ما راحش يخلي هاد الكاطو يجي ناشف. وصلنا دوكا لنهاية لا فيديو تاع اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم. اذا عجبتكم كالعاده ما تنساونيش بجام وكومونتير وبارطاج لا فيديو مع الاصدقاء. دوكا ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في روحكم، صحه فطوركم، ونتلاقاو ان شاء الله في وصفات اخرى. سلام.